قالوا ناس زمان: الطماع كيقضي عليه الكذاب. أمنية طمعات وإيمان كذبات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير داخل المغرب وخارج المغرب. وكنقول للناس اللي التحقوا بالقناة ديالي: مرحبا بكم القناة، قناتكم قبل ما تكون القناة ديالي. وما نساش خوتي دائما اللي كانوا معايا من البداية ديال القناة. المهم اخوتي اللي كتعجبوا القناة ديالي ما تبخلوش عليا خوتي بالاشتراك وبالبارطاج وباللايك، لانه اللايك مهم لينا خوتي. وكنتمنى تخليوا لي الاراء ديالكم اخوتي، لان الاراء ديالكم كيهموني بزاف اخوتي. تعطيك خاطرك عادل تقول بان بنتي بنت الحرام. ماشي لا هي راه مرة بنت الحرام، مرة حرام، ما لان ما كانت ما حقيقيه ما تمشيش. لا ما حنا كنا مخالطين، حنا كنا بزاف ديال الناس. انا كنهضر داكشي ديال المخالطين راك عارفه، فهمتيني؟ ماشي عطاني خاطر، انا راه هذه بنتي ما يمكنش نعطي خاطر نعيرها. انا ما عمري ما عيرت بنتي. انا اللي هضرت انا هضرت على الام ديالها، لان الام ديالها والدها في الحرام. خوتي شفتوا معايا أمنية كيفاش كتشوف في الميلودي ملي كيصدمها بهداك الكلام؟ يعني اخوتي أمنية تقولبات واحد القالب اللي عطاه ليها الميلودي ومراتو اللي ما كانش ليها على البال. خوتي غادي تقولوا ليا لانني شفتكم كلكم كتقولوا مسخوط طمها، مسخوطة الوالدين. نقول لكم اخوتي عذروها اخوتي. في نظركم اخوتي أمنية غادي تقدر على الميلودي ومراتو؟ واش أمنية تحداك حتى تعيا واش غادي تلحق طحرميات اللي كيعرف الميلودي ومراتو؟ غادي نقول لكم اخوتي لا، لان أمنية انسانه اللي شفناها عاشت في الشارع بزاف، ولانها ما فهماش وما عارفاش الطحرميات والقوالب. ولكن الميلودي وإيمان أكبر قوالبية على وجه الأرض. هنا خوتي أمنية داروها بها، ولكن نعذروها خوتي وكنقول لكم نعذروها، لأنها كتقول بأنني أنا اللي قال هو بأن هي ما بغاتش النسب، وكيسول فيها قدام المنبر الإعلامي: واش بغيتيني نحطك في الحالة المدنية؟ كتقول ليه أنا لا، أنا عجبني الاسم ديال الزوج ديالي فقط. نقول لك أمنية لا حبيبتي، لا، ما عمرك تحلمي أنك تحطي في الحالة المدنية وتاخدي النسب، لأن إيمان ما غاديش تخليك حبيبتي تكوني الوريثة مع بنتها وولدها. ما تضحكيش على المتتبع. أمنية تقولبتي تقوليبة ديال الصح، لأنك نتيا فرطي في الأم ديالك وفي عزيز. ولكن أنا كنقول لكم أخوتي كنعذرها، لأن كما كنقولوا الطماع كيقضي عليه الكذاب. أمنية طمعات بالفيلا والعيش الكريم، ولكن نسات راسها هي مع من إيمان، وما أدراك من إيمان. خوتي في نظركم أمي الكبيرة عارفة عزيز بلا ماشي ولد الميلودي ومخلياه كيدير لاديان؟ غنقول لكم مستحيل أمي الكبيرة أنها تكون عارفة عزيز ماشي ولد الميلودي وتخليه يدير لاديان. أمي الكبيرة واثقة من نفسها، واثقة بأن عزيز ولد الميلودي. حنا غادي ننتظروا اخوتي. إيمان هي كتقول دائما أننا بغينا نتعاطفوا معاه وأننا، ولكن كما خرجت هذا النهار كتقول سبني، وهانتوما وكنتوما كتشوفوا في الواتساب بأنه سبني وأنه المهم هي حرة غادي تقول اللي بغات. أمنية تقولبات
أمنية قولبوها وقالوا لها غادي تجي وغادي نديرك انت يا بنتي ونعطيك النسب، ولكن خلوها حتى تنازلت على القضية وعطاوها القالب اللي ما كانش تنتظروا. كما شفتوها خوتي كيفاش كتصدم في الكلام اللي كيقول الميلودي، وكيفاش كتهز عينها فيه، وكيفاش كتحضر راسها كتحشم من المتتبع. المهم اخوتي كنقول لكم بان امي الكبيره ما يمكنش انها تكون ما عارفاش عزيز بالله ولد الميلودي وتخليه حتى لهاد القضيه، والقضيه كبرت ولات راي عام وفي الاخير غادي تطلع كذابه. كنقول لكم لا، امي الكبيره انها واثقه من نفسها وعارفه عزيز بالله ولد الميلودي. امنيه اللي كتقول بان امي قالت لي باننا كانت غاديه لعند با وتجيب من عنده الفلوس في الليل وتعرضت للاغتصاب وانا كانت عندي 2 سنين. في نظرك امنيه هذا الكلام غتقولوا لك امك؟ وإلا قالتو لك امك علاش خرجتي وفضحتي امك؟ كنقول لك امنيه قول بوك امنيه، قول بوك امنيه وقالوها لك الناس، لانني انا ما كنتش داخله في هذه القضيه. وقالوها لك الناس، قالوا لك راه غتشدي اكبر قالب، وبالفعل امنيه شديتي اكبر قالب من الميلودي وايمان. مستحيل امنيه ان الميلودي غادي يعطيك النسب، مع العلم كون غير احترمك وما قالش يعني بنت الحرام. هاد الكلمه جرحت كل المغاربه، وما بالك انتيا، ما بالك كيفاش داير القلب ديالك امنيه. انا حاسه بك امنيه، تقولبت يا امنيه، ولكن كما نقول لكم اخوتي عذروها، لان امنيه ما غاديش تقد على هاد الشلاهبيه. غروا بها وعم الله اشنو قالوا ليها. وكنقول لكم امنيه هاد الايام هي الاخيره ليها في الفيلا، كونوا متاكدين اخوتي النهار اللي غادي يخرج لاديان غادي يقولوا لها الي الحباب الي الباب الحباب، غادي يقولوها لها اخوتي، غادي نجريو على امنيه، وامنيه تما فين غاديه تولي في الشارع. هنا كنتسائل اخوتي اشنو غادي يكون المصير ديال امنيه بعد لاديان؟ كيهمني الاراء ديالكم اخوتي، كنتمنى تخليهم ليا في التعاليق، لاني كناخذ بالعقل ديالكم وبالتفكير ديالكم اخوتي. المهم اخوتي اللي كتعجبوا القناه ديالي ما يبخلش عليا باللايك وبالاشتراك وبالبارطاج فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.